في يومين مصريين رائعين، ففي يوم السبت الأهلي بيتعادل مع الترجي سلبيا في رادس، والزمالك في يوم الأحد بيفوز على نهضة البركان بنتيجة 1-0 وبقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين والكلام الجميل ده كله. ويتوج الزمالك بالكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه. فيلا بينا نخش على الفيديو. طبعا ابدا في الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. برضه ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان، ربنا ينصرهم ويثبتهم وتعدي الامه دي في اقرب وقت باذن الله. خلينا نبتدي بماتش الاهلي والترجي، وحابب ابتدي بالحارسين النهارده اللي مش عموما كانوا عاملين ماتش كويس، لان هو الماتش ما كانش فيه اي كور خطيره. لا، هم الحارسين دول على مدار البطوله هم يعتبر افضل حارسين، اذا كان مميش اللي طالع 9 ماتشات على التوالي بكلين شيت، ولا اذا كان شوبير اللي طالع ب8 ماتشات على التوالي كلين شيت برضه. فانت تتكلم على حارسين هو يعتبروا الاثنين الافضل في القاره دلوقتي. بالنسبه بقى للترجي، فالترجي معاه لعيبه كويسه، وعاجبني ان الاستفاقه بتاعه الترجي حصلت بسرعه، بمعنى ان الترجي لو تاخد بالك من 2019 ساعه ما خسروا البطوله من الوداد بدا انه يبقى فيه هبوط في مستوى الترجي، مش بس كلاعب لا كنتائج كمان. ما بقيناش نشوفهم في النهائي، الموضوع كان بيوصل لدرجه ان احنا ما بقيناش نشوفهم في السيمي فاينال، لغايه ما ساعات كانوا بيوصلوا ربع النهائي ويطلعوا. انت دلوقتي بتشوفهم ان هو في خلال 3 4 سنين عرفوا ان هم يبنوا جيل الى حد ما قوي، وقدام ممكن يبقوا اقوى من كده بكتير. عندهم واحد زي رودريجيز المهاجم بتاعهم اللي بيعرف يستلم ويسلم، وراجل هجامه اصلا، كان هيجيب جون في اول 5 دقايق، كان طبعا هيغير معطيات الماتش ده 180 درجه. بتتكلم على واحد زي يانساس او غشه او طقه او غيلان شعلالي، وحتى الواد التجولي اللي معاهم في نص الملعب دوت، ولا اذا كان حد الدفاع. فلا، هم كلهم فرقه كويسه. الحاجه الوحيده اللي فرقت النهارده مع النادي الاهلي ان هم ما كانوش في حالات، بس انت عندك الهجوم بتاعك النهارده ما كانش في افضل حالات. عشان كده انا مش عاجبني موضوع ان احنا متفائلين قوي ان احنا طلعنا 0-0، لان فعلا هجوم الترجي لو كان فايق الماتش الجاي لا الموضوع مش هيبقى سهل خالص، لان بالذات لو الترجي سجل جون انت محتاج جولين، يعني حتى 1-1 دي مش هتنفعك، بالذات في واحد زي مميش الراجل المتالق اصلا، وكمان ما دخلش فيه ولا جون بقاله تقريبا 9 ماتشات على التوالي. الموضوع هيبقى صعب حبه حلوين. اما عندك بقى من ناحيه الاهلي، فحابب ابتدي بخط الدفاع كده. خط الدفاع اللي هو تقريبا كل الماتش هنتكلم عليه، لان كل عنصر من عناصر خط الدفاع كان ليه قصه لوحده. يعني محمد هاني انا ما اعرفش ايه اللي حصل النهارده، فيعني مش عارف. رامي ربيعه بالنسبه لي هو كان احسن واحد في خط الدفاع بتاعنا، وطبعا هو كان احسن واحد عشان كابتن محمد عبد المنعم كان بيهزر. يعني كان في كوره مش فاكر تقريبا كانت في الدقيقه 42 ولا حاجه، اتقطعت منه في نص الملعب بعد ما كان عمال بيمد، انا مش عارف هيمد لغايه امتى، قام جايب الواد من قفاه. ايه يا معلم ده؟ هي ممكن القرار كان صح الى حد ما، لان هي كانت ممكن ترتد علينا بهجمه مرتده، بس انا مشكلتي من البدايه ايه اللي انت عملته ده يا عم؟ العب كوره بقى يا عم، انت افضل مدافع، مش انجبته الكره الافريقيه، انجبته الكره الارضيه. انزل بقى معانا على الارض، والله انت مدافع يعني مش عايز اقول لك على الله عادي، والله مدافع كويس يعني. يعني ما تحسش ان انت خلاص ان انت مقفل فكره الدفاع ده، انت مدافع كويس. وتيجي بقى المصيبه الاكبر اللي جنبها، هو علي معلول. علي معلول مش في الماتش طبعا، هو ما لحقش الراجل يلعب معانا. علي معلول اللي انا سمعته ان هو قطع جزء في الوتر اكيليس يعني انا كنت على امل ان هو يبقى شد، فيعني يا رب يلحق ماتش العوده. لا بالمنظر دوت يعني اعتقد مش هيلحق الموسم ده كمان، وده اللي انا كنت بطالب بيه ان هو كريم الدبيس هو اللي يلعب. كريم الدبيس كان محتاج ان هو ياخد فتره اكبر. حتى انت لما كنت بتلعب حد عشان تريح علي معلول عشان ماتش الفاينل، كنت بتلعب واحد زي عمر كمان، وطبعا عمر كمان مش مقيد افريقيا لانه اتلعب مع فيوتشر، فجيت ما عندكش غير كريم فؤاد اللي هو اصلا مش باك ليفت، هو كان بيلعب اسمه بيلعب باك ليفت بس، يعني احنا عارفين يا جماعه كريم فؤاد الراجل بالعافيه وينج كويس. فطبعا ربنا يسترها، لان انا شفت احصائيه برضو ان علي معلول اكتر لعيب يصنع في افريقيا عموما، في بطوله افريقيا ديت هو اكتر لعيب بيصنع فرص، 19 فرصه، وبعديه تقريبا اتنين بتوع الترجي 15 او 16 فرصه. فدي كارثه، وكارثه برضو ان انت اعتمادك او 80% من لعبك تقريبا بيبقى عن طريق علي معلول اللي هو باك ليفت اصلا. الموضوع يا جماعه موضوع فكره علي معلول، انت مش فقدت مثلا قائد في الملعب بس، او فقدت لعيب مهم في الملعب بس، لا انت فقدت 3/4 قوتك الهجوميه تقريبا. احنا ماتش مازيمبي ده 50% كان فوز بسبب علي معلول اصلا. دي النقطه اللي هاجي لك عليها، وهي وسام ابو علي. وسام ابو علي مهاجم كويس جدا ومهاجم ذكي، بس محتاج الواحد يفهمه، وللاسف ما كانش حد فاهمه غير علي معلول. النهارده في كذا كوره التفاهم ما بينه وما بين امام مش احسن حاجه، ما بينه وما بين اللعيبه كلها مش احسن حاجه. فزي ما قلت لك هو مهاجم بيعرف يتحرك صح، بيعرف يخطف المدافعين، ولكن محتاج له ان هو يكون متفاهم مع اللعيبه اكتر من كده. انا عارف ان هو لسه بدري، وان هو لسه ما بقالوش 5 او 10 ماتشات بيلعبوا مع الاهلي، بس ده اللي مقلقني شويه، وده اللي ممكن يخليني لا ابتدي بكهربا يا معلم، او بمعنى اصح لازم يبقى كهربا ليه دور اكبر من كده. يعني كهربا انا كنت شايف ان هو من الدقيقه 65 او 70 كان لازم ينزل، لان كهربا برده في حته غل حلوه كده بالمعنى الايجابي، غل مش بالمعنى السلبي، وكمان هو متفاهم مع اللعيبه اكتر من وسام ابو علي. وكمان انت هجوميا ما كنتش احسن حاجه، يعني انا كنت شايف ان التبديلات كانت المفروض تبقى بدري اكتر من كده، ودي عاده كولر معايا بصراحه ان انا بشوف ان التبديلات متاخره. غير اصلا انا كنت شايف ان رضا هو اللي يبتدي وحسين هو اللي ينزل مع الدكه، لان انت عارف يعني دي حصلت 10 ولا 15 مره ان رضا لما بيبتدي اساسي بيبقى احسن 100 مره لما بينزل على الدكه. نفس
الكلام على تبديله قفشه، لان انا شايف امام لا كان وحش قوي النهارده. امام في حته ان هو ممكن من كوره من بره ال 18 يجيب لك جون، وكان هيجيبها النهارده بس ما ظبطتش معاه. وايضا بيرسي تاو، يعني بيرسي تاو النهارده انا ما اعرفش ازاي كمل 90 دقيقه، ده علامه استفهام بالنسبه لي. وبيرسي تاو انا زهقت منه من فكره ان انا منتظر 90 دقيقه اتفرج على حاجه من اسوأ الحاجات اللي انا ممكن اتفرج عليها، اللي هو اداء بيرسي تاو، ومنتظر لقطه يخطف لي بيها الجون زي ماتش الاسماعيلي، زي ماتشات كتير بيعمل. هي بتبقى لقطه حلوه والكلام ده كله، بس انت تعالى اتفرج على اخر 10 ماتشات بيرسي تاو بيقدم مستوى وحش قوي قوي قوي، ويظهر في لقطه او لقطتين من ال10 ماتشات ده هم. لكن لو جينا نتكلم على ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه لي الايجابيه الاكبر هو مروان عطيه. بسم الله ما شاء الله يا ابني، النهارده الراجل فرق جدا مع كريم فؤاد. كريم فؤاد كان تحس ان هو مهزوز شويه، طبعا انا ما استغربتهاش، الراجل من الدار للنار حرفيا. فمروان عطيه كان بيساعده النهارده سواء دفاعيا او كانت حتى معنويا، اللي هو تلاقي كريم فؤاد بيتعدى منه مروان تلاقيه وراه على طول. فشابوه لمروان بصراحه الماتش ده. هو في نقطه حابب اختم بيها الماتش دهوت عشان هبتدي بيها الماتش الجاي بتاع الزمالك، وهو الجمهور. يا جماعه جمهور الترجي شكرا يعني كلمه قليله والله ان انتوا لسه فاكرين اخواتنا، ان انتوا بتعملوا حاجه زي ديت. هي اصلا المفروض هو واجب علينا كلنا، بس في ظل الظروف الحاليه اللي احنا عارفين احنا عايشين فيها ديت، ان انت تعمل تيفو بالعظمه دهيت بجد حاجه محترمه جدا ويشكروا. وعجبني الروح الحلوه اصلا ما بين الجمهورين وما بين رؤساء الانديه، وبين اصلا ما بين الاهلي والترجي والزمالك ونهضه بركان اللي هنجيله في الموضوع. اما عندك بقى ان احنا جبنا في سيرته فهو الزمالك ونهضه بركان. شفتوا الجمهور يعني بغض النظر عن التيفو بتاع كابتن ماجد، انا ما فهمتش اشمعنى كابتن ماجد، بس يعني التيفو يا جماعه انا اول مره اعرف ان الموضوع ده يحصل عندنا، موضوع التيفو ده. انا اشوفه في ماتش الهلال والنصر، اشوف الوداد والرجاء، اشوف الترجي والصفاقسي وتونس وكده. اول مره اشوفه مع عندنا، او تقريبا شفته قبل كده، بس يعني لا يا جماعه ايه العظمه دي، ايه العظمه دي؟ سيبك حتى من التيفو، تشجيع يا جماعه. لا يا جدعان الجمهور من غيره الكوره ما ينفعش اصلا، ما ينفعش تتلعب. يعني انا فاكر ايام الفيروس في 2020 الكوره من كتر ما الجمهور فارق كانوا بيشغلوا اصوات عشان الناس تحس ان في كوره بتتلعب. بجد مبروك للجمهور نادي الزمالك، الجمهور ده ما كانش ينفع يروح زعلان باي طريقه من الطرق. بالنسبه بقى للماتش، فعايز اتكلم على نهضه بركان الاول. نهضه بركان بالنسبه لي انا شايف انها فرقه اقل من العادي. اول خساره ليها في البطوله، بس لا انا اكتر حاجه كانت مخوفاني اصلا من الفرقه هو معين الشعباني بسبب خبرته الافريقيه. بس النهارده حتى الحلول اللي كان بيديها ما كنتش حاسس بيها اكتر. من ناحيه الزمالك بقى، فخلينا ابتدي من حراسه المرمى. عواد اللي انا مش مطمني بصراحه، وشايف ان من ضمن الصفقات اللي لازم يركزوا عليها اداره نادي الزمالك هو فكره حراسه المرمى. النهارده لولا ستر ربك يعني ان اداره بركان ما شاتش ولا كوره على الجون. لو جيت تبص على الاحصائيات ولا كوره اتشتت على الجون، الله اعلم لو كانت شات كان ايه اللي هيحصل. بالنسبه بقى للدفاع اللي انا بشوفه مش احسن منظومه، ولكن النهارده كل الاربعه اللي كانوا بيلعبوا تقريبا معظم البطوله لازم يتشاد بيهم. بقولهم من عمر جابر حاسس ان انا فورمه 2017، حاسس ان انا رجعت بالزمن 6 سنين. النهارده واحد زي فتوح مش احسن بطولاته، انا شايف لسه ان فتوح عنده احسن من كده بكتير، ولكن الراجل عامل ماتشات الى حد ما كويس. وسام عبد المجيد الراجل اللي انا ما بطمنلوش زيه زي عواد، ولكن حق يقال النهارده عامل بطوله كبيره جدا. حمزه المسلوسي، وده نقطه يا جماعه، نقطه من اول السطر. الراجل يا جماعه حرفيا كان بيتهان من جمهور الزمالك وما كنتش الومهم. لا حمزه المسلوسي كان بيعمل اداء كارثي لما كان بيلعب باك رايت. هو لما كانوا جابوه كانوا بيتقال ان هو بيلعب باك رايت ومدافع، بس كان الاكتر طبعا هو باك رايت. فكره ان انت الجماهير مش طايقاك وان انت واخد مكان واحد اجنبي وهترجع تلعب في مركز انت مش متعود عليه زي مركز المدافع وتعمل الاداء دهوت، شابوه حمزه المسلوسي. وراجل يا جماعه لو تفتكر حمزه المسلوسي ده ليه اصلا اهداف مؤثره. اول ارتا سولار اللي اهلك اصلا ان انت تلعب بدور المجموعات. عندك برضو نص الملعب، عاجبني جدا الثلاثيه اللي موجوده واتمنى انها تستمر، وشايف ان هي الاحسن لغايه بقى ما تشوف هتعمل صفقات ولا ايه. وهي فكره الثلاثيه بتاعت دونجا وشحاته واحمد حمدي، الثلاثه احسن من بعض. وعبد الله سعيد كان وجوده مبطئ الموضوع بشكل مش طبيعي. وناصر ماهر انا صعبان عليا، ناصر ماهر لعيب كويس بس مش عارف هيلعب على مين، لان تحس ان الثلاثه لايقين على بعض. الثلاثه تحس ان هم بقالهم كتير بيلعبوا مع بعض. طبعا احمد حمدي ربنا يقومه بالسلامه، واضح ان الاصابه قويه شويه واعتقد انها مش اقل من شهر، لان هو حتى ما كانش قادر يمشي على رجله، فربنا يسترها عليه. وعندك برضو واحد زي زيزو، النهارده البطوله دي تقريبا بتاعته، هو احسن واحد في البطوله يمكن بالنسبه لي هو حمزه المسلوسي. الراجل يا جماعه من كتر الضغوطات اللي كانت عليه النهارده بعد الماتش الراجل صفر قام نازل يعيط من هنا. بس طبعا كان في سلبيات ابرزها كابتن اوباما ضيع كره في الشوط الاول، غير انها لو كانت لاحمد حمدي تقريبا كانت هتبقى في الجون. بس انا لما ضاعت بص انا عارف الحركات دي، الكوره دي ما دام ضاعت انت عارف بنسبه كبيره ان البطوله راحت من الزمالك. فكره ان انت تضيع كوره قدام الجون، هو في واحد قدام بس انت ممكن تحطها بطريقه احسن من كده بكتير، دي حسيت ان انت لا الموضوع مش هيبقى الطف حاجه. وطبعا برضو يعني السلبيه الاكبر اكتر من اوباما يعني ابراهيم الضايع يا جماعه.
الواد ده بسم الله ما شاء الله مش طبيعي. انا ما اعرفش ده سنغالي ازاي، اولا يعني ده حاجه على جنب. ثانيا الراجل بسم الله ما شاء الله هجوميا مش نافع، دفاعيا مش نافع. يا ريته مثلا دفاعيا ما بيدافعش باحسن حاجه، لا هو بيدافع ويعمل عليك فاولات. يعني هو مش بيدافع بس، لا هو بيدافع بطريقه سلبيه، يعمل عليك فاولات اللي هي ابرز حاجه اصلا بالنسبه لنادي نهضه بركان. انا ما كنتش فاهم ابراهيم الضاي بيعمل ايه في الماتش، وتبديله مصطفى شلبي دي بالنسبه لي اتاخرت قوي. او ممكن الموضوع بسبب ان انت في افريقيا اعتقد ما عندكش غير 3 اوقات بس تبدل فيهم، لو كنت بدلت مصطفى شلبي بدري فمش هيبقى ليك غير وقت واحد، فممكن الموضوع ازم شويه على جوزيه جوميز. بس انا بالنسبه لي لا، كان ضي لا ما ينفعش. وده برضو ايه يودينا للاداره. مبروك طبعا البطوله، مبروك الفوز، تستاهلوا وكل الكلام ده كله، بس لازم تبتدي تشتغل. فكره ان انت الجناح الشمال بتاعك يبقى مصطفى شلبي او ابراهيم ضي، لا دي فكره مش مقبوله اعتقد. والكلام برضو على اشرف بن شرقي ده كلام صح فعلا، لازم في اقرب وقت، لان انت شايف في فرق كواليتي. يعني يعني اصلا بن شرقي ومصطفى شلبي وضي ما ينفعش يتجمعوا في جمله واحده اصلا. فمبروك زي ما قلت لك الاداره، بس لازم شغل على الفرقه دي بشكل كبير جدا، سواء الجناح الشمال، سواء حراسه المرمى، سواء الهجوم. لو انت عندك الجزيري وسامسون اكينولا الاثنين واخدين مكان اجانب والاثنين مش بيأدوا باحسن اداء. انا عارف ان الجزيري جاب جون، بس الجزيري يعني هو بيجي لك ماتش و10 لا، وانت عارف الكلام ده كله. انت محتاج مهاجم، لا انا الاقيه في كل الماتشات. يوم مثلا في 10 ماتشات يبقى في ماتش ولا ماتشين وحشين، مش ماتش ولا ماتشين حلوين. بس قول لي رايك تحت في الكومنتات بالنسبه لماتش الاهلي وده ايه اللي هيحصل فيه. وبالنسبه طبعا للزمالك ممكن ينافس على الدوري بعد الاخفاقات اللي حصلت ديت وبعد فوز بالكونفدراليه. قول لي رايك تحت في الكومنتات، وبرضه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدوس لايك. سلام.